اصعب كذبة ممكن تعيشيها مش الكذبة اللي بتقوليها للناس، لكن الكذبة اللي بتقوليها لنفسك كل يوم وانت مقتنع ان هي حقيقة. لما تقول انا تمام وانت منهار، انا مش فاهم معايا حاجة ولا حد، وانت مجروح، انا بحبه لكن انت متعلق بفكرة ان هو بيحبك. بتقول انا راضي وانت من جواك مليان غضب. عارفين فين الحقيقة؟ ان كتير جدا من معاناتنا النفسية بتبدأ من لحظة ان احنا بنهرب من الحقيقة اللي جوانا. وفي الحلقة دي هنتكلم ليه بنكذب على نفسنا اصلا، وازاي نكون اكتر صدقا مع نفسنا بدون قسوة. اولا ليه بنهرب من الصدق مع نفسنا؟ لان الحقيقة احيانا موجعة جدا. طب قولي مين اسهل؟ ايه اسهل ان انت تقول العلاقة دي هتتصلح بدل ما تعترف ان هي مؤذية؟ اسهل تقول انا مش حزين بدل ما تواجه حجم الوجع. اسهل انك تقول انا اخترت ده بدل ما تعترف انك خفت تختار اللي انت كنت عايزه. زي مثلا الشخص بيشتغل في شغل مش بيحبه بقاله سنين وكل يوم يقول الحمد لله، مع ان بداخله بيصرخ انه مش سعيد. تاني حاجة عايزة اكلمكم عنها، احيانا بنتبنى شخصية مش حقيقية ممكن تكون طول عمرك الشخص القوي، الشخص المثالي، الشخص المسؤول، الشخص المضحك، لدرجة انك نسيت حقيقتك. زي مثلا بنت طول الوقت بتقول انا مستقلة ومش محتاجة حد، لكن الحقيقة انها محتاجة قرب عاطفي جدا لكنها خايفة. كمان حاجة بتخلينا نهرب من الصدق مع نفسنا، وهي اننا بنخاف من حكم الناس. احيانا بتبقى عارف الحقيقة لكن خايف تعترف بيها لان الناس هتحكم عليك. زي مثلا انا مش عايزة اكمل الجوازة، او انا مش بحب المجال ده، او انا مش سعيد. الخوف من نظرة الناس بيخلينا نخون انفسنا. طب انا دلوقتي يا دكتور عايز علامات تخليني اتأكد انا صادقة مع نفسي ولا لا. دول شوية علامات عموما بيدل انك مش صادق مع نفسك، زي انك بتبرر اذى واضح، او انك تتجاهل مشاعرك، او تقول ايوه وحاضر وانت عايز تقول لا، او تفضل متشتت طول الوقت وتحس بتقل داخلي مش مفهوم. طب يا دكتور ازاي ابدا اكون صادق مع نفسي؟ اول خطوه اسال نفسك اسئله صريحه جدا، زي هل انا سعيد دلوقتي فعلا؟ هل ده اللي انا عايزه؟ هل انا في علاقه صحيه؟ هل انا بعيش حياتي ولا حياه الناس؟ تاني خطوه اسمح لنفسك انك تحس. لو زعلان قول انا زعلان، ولو انت غاضب قول انا غضبان. تسمية المشاعر بداية وعي كاملة. تالت خطوة راقب المبررات. كل مرة بتقول اصله كذا او اكيد هيتغير او عادي يعني، اسأل نفسك هل ده حقيقة ولا هروب او مبررات. رابع خطوة تقبل ان الحقيقة احيانا بتبقى مكلفة. احيانا الصدق هيخليك تنهي علاقة، تغير شغل، تواجه حد، وده مخيف لكنه بيحررك. فالخلاصة الصدق مع النفس مش معناها قسوة ومش معناها جلد ذات، هو بس انك تبطل تهرب من حقيقتك، لاني اصعب سجن انك تعيش حياة مش شبهك. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع اصحابكم. سلام.